اي بزنس اونر بيجي عايز يطور البيزنس بتاعه، عايز يغير فيه، يقول انا هامبلمنت سبلاي تشين. يروح لحد اكسبرت يقول له هنعمل 1 2 3 4. زي احنا هنعمل فاونديشن للبيزنس يونتس الموجوده، هنحدد السبلايرز اللي احنا هنشتغل معاهم، هنعمل فوركاستنج ونختار الموديلات اللي احنا هنشتغل فيها، هنعمل بروكيورمنت بروسيس ونحطها، هنعمل بيرفورمانس ماتريكس نقيس بيها. طب هي دي الرايت موفز اللي المفروض كنا نتحرك فيها؟ هل كان المفروض امشي بالسيكونس ده؟ هل الطبيعي ان المشاكل دي بتواجه المؤسسات سواء كبيره او صغيره مع اختلاف حجم الامباكت والقوه والفريكونسي بتاعتها ولا لا؟ السبلاي تشين مش روكيت ساينس، بس هي فعلا السهل الممتنع. السبلاي تشين ريليشن شيب ما بين مصنع، المصنع ده بيتعامل مع مورد وبيتعامل مع تاجر جمله او تاجر تجزئه او موزع، عنده تيم ماركتينج بيدرس السوق ويعمل ديماند اناليسيس ويعمل فوركاستنج، عنده تيم خاص بالسيلز بينزل يكلم العميل ويشوف البلس بتاع الماركت، عنده فريق بروكيورمنت كامل. فريق البروكيورمنت ده يختار السبلاير الصح، يتاكد ان السبلاير ده عنده الكابابيلتي ولا لا، السبلاير ده تراستورسي يشتغل معايا ولا لا، السبلاير ده عنده الفيجن اللي انا محتاجها ولا لا. وبعد ما اخترت السبلاير قادر ان انا اطور وديفلوب الريليشن شيب دي معاه ولا لا، اعرف اعمل كونتراكت مظبوط، اعرف انا بعمل الكونتراكت ان انا انوجوشيت مظبوط ولا لا. بس كده لسه. المصنع ده عنده فريق كامل، ناس مسؤولة عن ان المنتج ده لو وصلوا له من الاول كده رو ماتيريال ازاي يعرف يسلمه فينش برودكت للناس. من الاول اجيب قد ايه واشتري امتى، وايه اللي اشتريه وايه اللي ما اشتريهوش، ايه اللي اشتريه وايه اللي اصنعه بنفسي عندي. لو انا جيت قلت اني هشغل حاجة، هشغل منها قد ايه وتشتغل امتى. الماشينز دي بتشتغل ليها مواعيد صيانة، الماشينز دي ليها كابابيلتي وليها قدرة وليها كاباسيتي. شفت كتير قوي ناس بسبب سوء فهم لمصطلحات بسيطة او لطرق بسيطة في كالكوليشنز ان هو يبقى ما فيش سينكرونايزيشن بينه وبين بقية التيم جوه السبلاي تشين. على سبيل المثال مصنع بيعبي ازايز ميه، مصنع بيعبي ازايز ميه ممكن يكون نفس المصنع ده نفس اللاين اللي شغال فيه بيعبي ازايز لتر، بيعبي ازايز نص لتر، وبيعبي ازايز لتر ونص. بس هشتغل النهارده على انهي تايب، هشتغل على انهي برودكت. لو انا جيت قلت اني هشتغل على البرودكت ال 600 مللي اللي اولموست نص لتر، ليه؟ الانفنتوري بتاعي هيوصل قد ايه؟ هبيعه ولا مش هبيعه؟ هو انا هنتج اللي انا اقدر ابيعه ولا هبيع اللي عرفت انتجه؟ سؤال بيطرح نفسه كتير. يا ترى توسع ولا ما توسعش؟ عايز يبقى عندي فيزيبيليتي، عايز يبقى عندي فيجرز. لو انا جيت اتوسع وابيع اكتر وازود مبيعاتي، هل هلاقي ماركت يستوعب ده؟ طيب لو انا عايز اخش ماركتس تانية، مين البارتنرز اللي يكونوا موجودين معايا؟ الوير هاوسنج محتاج اعمل عليه سكيلينج ازاي؟ شبكة التوزيع والترانسبورتيشن بتاعتي، مين الترانسبورترز اللي ممكن يقبلوا يوزعوا لي؟ علاقتي هتبقى ايه بالديستريبيوتورز دول؟ ازاي هعرف اخد منهم معلومات عن الماركت واللي موجود فيه؟ هتلاقي في الاخر مجموعة كبيرة من البارتنرز بيعملوا مع بعض كولابوريشن وسينكرونايزيشن عشان يوصلوا لهدف واحد، ان ات ذا اند من ان انا عندي رو ماتيريال، ان النيد بتاعت الكاستمر بتاعنا يحصل لها فولفيلمنت بالبرودكت اللي احنا بنطلعه او بالسيرفيس اللي احنا بنطلعها لو بنطلع سيرفيس. هتطور في نفسك وهتشوف السبلاي تشين ترندز الجديده، هتشوف ايه النيو تكنيكس اللي موجوده عشان تقدر ان انت في الاخر تفولفيل الكاستمر ديماند.